ايه الاخبار؟ ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي ممكن نقطع فريم لشكل مثلا معين، وليكن عندنا شكل مربع، عندنا طاره، عندنا مش عارف ايه. وبدل ما نخلي المكنه مثلا تهلك معانا مساحه كبيره، بنقطع البرواز ده ونخليه عباره عن قطع صغيره. تمام. الطريقه دي ليها اكتر من طريقه. يعني مثلا في ناس بتعمل الحركه دي مثلا، وادي عندي مربع. بعد كده باجي هنا مثلا نيجي عاملين له كونتور، عشان بس انا ادي لك مثال. بعد كده بضغط على كنترول كي. في ناس بتعمل ايه بقى؟ تيجي على المربع الداخلي، تمام، والمربع الخارجي، دوس كنترول كيو بحيث ان هو يحوله لنقط، ويبدا يعمل الكلام ده. تمام، بالطريقه دي كده. حلو. وبعد كده يجي جايب مثلا اداه التو بوينت تول، ويبدا ان هو يجمع الاتنين ببعض بالشكل ده. تمام. وبعد كده طبعا تحدد الاتنين مع بعض جوين، ويتجمعوا مع بعض بالشكل ده. نيجي مثلا واخدين منها نسخه تاني ونلفها. تمام، هتلاقيها جايه معاك 45 والدنيا تمام التمام. طب هل الكلام ده صح؟ الكلام ده مش صح. الطريقه دي غلط جدا وبتقضي الغرض، بس مش هتنفع في كل حاجه. تنفع في ايه؟ تنفع في مربع زي ما جربنا كده مع بعضينا، بالكتير مربع او مستطيل. تقدر انك مثلا تحدد كده اهو، وتيجي تشد معاك الناحيه التانيه، وكده بقت معاك مربع او مستطيل. طب الطريقه دي تنفع مثلا معايا لو جبت مثلا فريم زي كده بتاع صينيه او فراشه او حاجه؟ مش هتنفع معاك. تمام، هتقرفك وهتتعبك. الطريقه التانية مثلا، وليكن ادي مثلا هنا مربع اهو، برضو نفس الكلام. نيجي عاملين له كونتور بالشكل ده، و باجي محدد الاتنين مع بعض بالطريقه دي. نعمل البريك كيرف ابورت الاول، نفصل الكونتور عن بعض، واجي محدد الاتنين مع بعض واعمل لهم كومباين، واجيب مثلا مربع او مستطيل او اي حاجه، وابدا اللي انا اعملها بالطريقه دي كده اهو. اكبرها مثلا شويه، واجي محدد الاتنين مع بعض وضاغط على انترسكت. تمام كده انا عملت عندي ادي القطعه اللي فوق، ونفس الكلام القطعه اللي تحت والكلام ده كله. طب هل الطريقه دي صح؟ الطريقه دي برضو غلط. طب ايه الطريقه اللي تنفع معانا بقى في الاشكال، المربعات او الحاجات اللي زي كده او الكلام ده كله؟ هي طريقه سهله جدا واداه سهله جدا، وهي اداه السمارت فيل تول. تمام. الاداه دي مميزه جدا وسهله وبسيطه. تقدر انك تستخدمها في الحاجات اللي زي كده اكتر من الحاجات مثلا اللي هي دي. يعني زي ما قلت ان هي ممكن تعمل باكتر من طريقه، بس دي هي اللي بتبقى مميزه فيها. انا ده حاجه كده على السريع بس عشان نشرح عليها. لو قصيته زي ما هو مثلا عشان اعمله فريم، هياخد معايا المساحه دي كلها اللي هي 363 مللي، يعني حوالي 36 سنتي في 30 سنتي. طب انا عايز الم الدنيا شويه، او مثلا الخامه عندي مش مقدره، او هستخدم خامه غاليه، فانا بحاول بقدر الامكان اللي انا اوفر شويه. كل توفير ليا وتوفير للعميل. تمام. فبنعمل ايه؟ بنيجي جايبين هنا اداه ال2 بوينت تول، مثلا البين تول، اي اداه خلينا 2 بوينت تول، وباجي مثلا مقطع من هنا بالشكل ده. حلو. هاخد الجزئيه دي كده اهو، الكيرف ده زي ما هو لحد هنا، ومثلا هاجي اقطع من هنا برضو نفس الكلام لحد هنا. تمام بالشكل ده. طب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي دور الاداه بتاعتنا، الوحش بتاعنا اللي هو السمارت فيل تول. تيجي جايب مختار الاداه، وتغير مثلا هنا وليكن اللون، وتيجي ضغط هنا بالشكل ده، واغير لك برضو اللون عشان بس اوري لك ايه اللي بيتم. هات لي كده مثلا لون زي ده، واجي عامل كده. تمام كده انا عملت ايه؟ خدت يعتبر نسخة على الحاجة اللي موجودة. يعني ادي اهو، ده الفريم بتاعي، ولسه برضو الفريم الاساسي زي ما هو موجود. تمام. اقدر دلوقتي اللي انا ارتب الحاجة بتاعتي بالشكل ده كده اهو، بس ادخلهم في قلب بعض، اجي اعمل منهم نسخة تاني، اجي عامل اللي يجي في دماغي انت بقى وترتيبك او حسب الخامة اللي عندك. تمام. وبعد كده بتكمل الباقي بنفس الطريقة. يعني لو خدت لك مثلا الجزئية دي كده لوحدها، ودي لوحدها، ودي لوحدها، ودي لوحدها، ودي لوحدها، تبقى انت عملته على 5 حتت. الطريقة دي بتنفع في كذا حاجة. يعني بتنفع في ايه؟ بتنفع في مثلا عندك مثلا حاجة كبيرة مش هتقدر تيجي على المكنة في قطعة واحدة. اللوح 120 عادي زي اي حاجة. انت عندك التصميم حاجة كبيرة شوية، فتقدر عن طريق الأداة دي انك تستخدم السمارت فيل تول. تيجي عند مثلا ال 120 اهو، باجي جايب هنا مثلا نفرض ان دي 120،
ايا كان بقى التصميم، وارد يكون تصميم في شغل كتير واجي محددها كده اهو، ونفس الكلام باجي الناحيه التانية بقدر ان انا اعملها بالشكل ده، وبعد كده باجي حاطط الاتنين مع بعض في الاخر يطلع معايا المنظر بتاعي. تمام، بس كده ده كان شرح سريع ويا رب تكونوا استفدتوا منه. يعتبر في الشرح ده شرحنا 3 طرق تقدر تستخدمهم، اللي ترتاح فيها اكتر استخدمها، بس زي ما قلت لك الطريقتين الاولانيين مش احسن حاجه او مش اصح حاجه. تمام، السمارت فيل سهله وبسيطه وتقدر عن طريق تكة زرار انك تعمل الحاجه اللي انت عاوزها. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن العجوز، وكل سنه وانتم طيبين.